السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة ورحلة جديدة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل معايا رجل خرج من بلادو كيتبعوه، تحرم من دارو، تحرم من مالو، واليوم هو نفس الراجل اللي غادي يبني دولة من لا شيء. ما عندوش جيش كبير، ما عندوش خزينة أموال، ما عندوش قصر، غير مسجد وقلوب مؤمنة. كيفاش تحولت المدينة من قبائل متفرقة كيتقاتلوا بيناتهم إلى أقوى مجتمع في الجزيرة العربية؟ كيفاش خلى الأخوة ما بين الرجال كانوا ما كيعرفوش بعضياتهم حتى ولا واحد كيتقاسم الفلوس ديالو مع خوه؟ كيفاش دار أول دستور كينظم التعايش بين المسلمين واليهود والقبائل الأخرى؟ هاد الحلقة ماشي غير قصة تاريخ، هاد الحلقة هي بداية قيام دولة غادي تغير العالم كامل. آخر حلقة كنا وقفنا من النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، كانوا الأنصار كيتسناوه كل نهار كيخرجوا، حتى جا النهار المنتظر دخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس كلها فرحات بيه. الفرحة كانت كبيرة، ولكن المسؤولية اللي كانت على العاتق ديال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكبر. هنا طرحوا سؤال: فين غادي يسكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكثرة الحب ديال كل واحد كل شي بغى النبي صلى الله عليه وسلم يجي لعندو لدارو، حيت كلشي فرحان بيه وكلشي باغيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقة وقال لهم دعوها فإنها مأمورة، يعني هذيك الناقة غادي تبقى تمشي للبلاصة اللي جلست فيها، راه تما فين غادي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم. والناقة مشات وجلست حدا دار أبو أيوب الأنصاري، وهنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم لعنده بكل تواضع بكل بساطة رغم أنه قائد الأمة. أول خطوة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. هذا أول قرار دارو صلى الله عليه وسلم، وما كانش قرار سياسي، ما كانش قرار عسكري، كان قرار روحي. بناء المسجد، وكان هو بنفسه كيشارك في بناء المسجد، كيحمل الحجارة وكيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. المسجد ما كانش غير الصلاة فقط، كان هو مدرسة، مقر القرارات، مكان اجتماع ومركز قيادة. هنا كما احنا كنعرفوا ان المهاجرين خرجوا من مكة بلا فلوس بلا ديور بلا ممتلكات، سمحوا في كل شيء. هنا الانصار غادي يقسموا معهم كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين الصحابة. شنو يعني اخا؟ يعني كل مهاجر عنده اخ انصاري. مثلا عبد الرحمن بن عوف عنده اخو ديالو سعد بن الربيع. سعد عرض عليه يقسم معاه المال ديالو، ولكن عبد الرحمن قال ليه غير وريني السوق فين كاين باش نخدم، مبغاش يكون عالة والفلوس يجيو غير هكاك. هنا بدات الروح الاقتصاد الاسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة الحال ما خلاش الامور عشوائية، دار اول وثيقة المدينة وهي اول دستور، دار اتفاق بين المسلمين اليهود القبائل الاخرى وعرف بصحيفة المدينة، وكان فيه حرية الدين، التعاون في الدفاع منع الظلم، احترام العهود، أول دولة متعددة الأعراق والديانات بقوانين عادلة. هنا غادي نهضر على التحديات الأولى اللي غادي تواجه المهاجرين. قريش منساتش، بدا التهديد العسكري ووقع أول احتكاك اقتصادي عبر السرايا. ثم غادي توصل الأمور لأول مواجهة كبرى، هنا غزوة بدر. من مسجد بسيط بني بالطين بدأت أول دولة إسلامية. إخوة بعد ما كانوا غرباء، قانون بعد ما كانت الفوضى، إيمان بعد ما كان اضطهاد. ولكن قريش فرضركم واش غادي تسكت؟ بطبيعة الحال لا. القافلة التجارية ديالهم دازت قريبة من المدينة والتوتر كيزيد، وفي الصحراء
جيش صغير خارج بإيمان كبير، وجيش كبير خارج بكبرياء وغرور. 310 رجل ضد آلاف مقاتل. السؤال: واش الإيمان ديالهم يقدر يغلب هاد العدد كامل؟ واش الدعاء يقدر يغير مسار المعركة؟ واش فعلا نزلت الملائكة يوم بدر؟ في الحلقة الجاية غادي نعيشوا أول مواجهة فاصلة في تاريخ الإسلام، غزوة بدر الكبرى. ما تفوتوهاش لأن موقع فيها غير التاريخ إلى الأبد. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.